السلام عليكم، أهلًا وسهلًا، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. فالحلقة ديال اليوم غادي تكون وصفة اللي ساهلة ماهلة، حلوة ديال العيد في الدقيقة 90، آخر اللحظات كتوجد في الحين، سهلة التحضير بلا طابع، بلا كثرة الزواق، بلا كثرة المكونات. من عجينة واحدة خرجنا جوج ديال الشكيلات اللي بساط ومحبوبة الجماهير ريشبون ضروري خاص تكون حاضرة في العيد، وشكيل آخر من نفس العجينة. فكنتمنى إن شاء الله إلا كنتم مهتمين ومن الناس اللي بغاو يطبقوا الوصفة شاهدوا الفيديو المراحل حتى الآخر وفرجة ممتعة. كيف دائما نبداو بسم الله على بركة الله في ذكر المكونات مباشرة مع طريقة التحضير. عندي هنايا واحد العلبة ديال الزبدة مارغرين، غادي نضيف معاها قبيصة ديال الملحة. بالنسبة للقياس ديال المارغرين عندي 250 غرام. ضفت معاها جوج ديال الكيسان ديال العنبة ديال السكر سنيدة، من الأحسن تكون سنيدة اللي رقيقة، اللي كيساويو بالغرام 320 غرام. ضفت معاهم كذلك معلقة كبيرة ديال القشور ديال البرتقال أو القشور ديال الحامض اللي متوفر عندكم، وبطبيعة الحال اختياريين. هنايا بديت كنخدم في الأول بالسنيدة مع الزبدة، ضروري كنجمع هاديك السنيدة مع الزبدة حتى كتجمع تمامًا. هنا ضفت معاهم ساشي ديال النكهة ديال الفاني أولا سكر بالنكهة ديال الفاني. يمكن لكم أكيد تستعملوا أي نوعية ديال الفاني اللي متوفر عندكم، سواء السكر أولا هداك اللي كيتباع في لي ساشي أولا البودرة أولا حتى السائل إلا متوفر عندكم، وعلى حسب الذوق ديالكم كيفاش بغيتوا النكهة تكون باينة في الحلوى. فمن بعد كنبدا كنخدم الزبدة مع المكونات، كنبدا كنضيف تدريجيًا جوج ديال الكيسان ديال الزيت اللي حتى هما نفس القياس ديال السكر اللي هي 320 غرام، كنضيفهم على 3 ديال المرات. كل مرة كنضيف القياس ديال الزيت اللي عندي، كنبدا كنخدمو على هاد الشكل اللي موضح عندكم في الفيديو حتى كيدخل هداك القياس كامل ديال الزيت، ما كيبقاش يبان ليا مع باقي المكونات. وفي نفس الوقت وأنا خدامة كندخل الزيت مع الزبدة، كنخدم هاديك الزبدة وهداك السكر باش كيدوبوا لينا واحد شوية. مهم ضروري السنيدة ما تبقاش كتبان، والقوام ديال الخليط كيولي على الشكل اللي واضح عندكم في الفيديو. فهنا من بعد ما خدمت المكونات مع بعضياتهم كنضيف 4 ديال الحبات ديال البيض، كل الحجم ديالهم شوية كبير. فمن الأحسن البيض يكون بحرارة المطبخ ما يكونش بارد، باش هكذا ملي نضيفوه على الخليط ما يبداش كيبرد هذيك الزبدة وغتبدا كتحبب اولا كتشكل لينا واحد الكويرات. هذاك الشيء علاش ضروري البيض يكون بحرارة الغرفة أولا بحرارة المطبخ وصافي. وكنبدا كنخدم تاني البيض بحال هكذا، أولا يمكن ليكم يعني تضيفوا البيض حبة على حبة، يعني حتى كتخدموا كل حبة بوحديتها. أنا هنا ملي ضفت 4 ديال الحبات فكنبدا كنخدم المكونات حتى كنتحصل على واحد القوام أولا واحد الخليط اللي كيكون كريمي وكيبدا كيتقال. المهم ضروري كنخدموا هاد المكونات مزيان قبل ما كندوزو للمرحلة الأخيرة اللي كنبداو نضيفوا فيها الدقيق. فهنا غادي ندوز كنبدا كنضيف الدقيق. بطبيعة الحال النوعية ديال الدقيق تكون النوعية الممتازة أولا الخاص بالحلويات، نضيفو تدريجيًا حتى هو. وضفت هنايا ساشية ديال خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. أنا اكتفيت هنا غير بساشية وحدة. هاد الخليط يمكن ليكم تضيفوا حتى جوج ديال ساشيات ديال خميرة الحلويات من فئة 8 أولا 7 غرام ماشي مشكل، غير هو غادي نضيفوا يعني قياس ديال 100 غرام على هاد القياس اللي غنعطيكم في الأخير ديال الدقيق. وكتستعملوا العجينة في الشكيلات اللي بغيتو، يعني ماشي غير ريشبوند أولا غير تكورو حتى بالشكيلات اللي فيهم الطوابع، وكتضيفوا النكهات والإضافات اللي بغيتو. راه سبق ليا وشاركت معاكم هاد العجينة أولا هاد الخليط في واحد التشكيلة ديال العام اللي فات ديال عيد الفطر ديال العام اللي فات. إلا بغيتو تشوفوا الفيديو غنخليه ليكم في صندوق الوصف. كيف قلت لكم كنضيف دقيق تدريجيا، كنجمع الخليط بحال ما هاد الشكل. انا هنايا كفاتني كيلو كامله ديال الدقيق. وبالنسبه للماركه او الاسم ديال الدقيق غادي نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف باش هكذا يعني يكون كلشي واضح. صافي كنتحصل على هذا القوام ديال العجينه اللي كيكون مطلوق، ولكن في نفس الوقت ملي كنشكل كويرات راه كيتشكلوا بسهوله. غير هو العجينه ضروري تكون مرخوفه واحد شويه بحال الشكل ديال العجينه ديال الصابلي. كندوز كنبدا كنشكل الكويرات، كناخد هنا اللاطة اللي سرحت عليها البابي كويسون، أولا كدهنوها غير بشوية ديال الزيت أولا ترشوها غير بشوية ديال الدقيق صافي وكتبداو الخدمة.
قلت لكم هذه الحلوة ديال الدقيقة 90 فداك الشي علاش ما كاين غير كوّر وحط. ما بغيتش نستعمل الطوابع، ما بغيتش ندير كترة الإضافات، جوج ديال الشكيلات، بالأخص ريشبوند راه محبوبة الجماهير معروفة هذه. ضروري خاص تكون حاضرة في العيد وكترتها هي بالأخص في العجينة. صافي هنايا كنبدا كنشكل واحد الكويرات اللي يكون الحجم ديالهم شوية صغير ما يكونوش كبار بزاف، نديرو بحساب أن العجينة ملي غادي تدخل الفران كتبدا كتنفخ واحد شوية ولو أنها فيها غير ساشية ديال خميرة الحلويات، راه ضروري كيتزاد الحجم ديالها. بعد ما كنكمل القياس اللي عندي كامل كندخلها للفران، كندير النار اللي كتكون متوسطة غادية المهيلة واحد شوية. من التحت كنحط اللاطة في الرف الوسطاني حتى كتبدا كتدهب من الجنيبات أولا يلاه كتبدا كتقبط راسها من الجنيبات كنشعل عليها من الفوق، وبنفس الطريقة تكون عافية اللي مهيلة. وضروري نردو معاها البال حيت راه دغيا كطيب بالأخص إلا سخن الفران، صافي راه ما كتاخدش الوقت بزاف، وصافي ملي كتاخد واحد اللون اللي مدهب كنخرجها من الفران. هنا هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. من بعد ما كنخرجها من الفران كيف قلت لكم ضروري كنرد معاها البال، ما خاصهاش تحمر بزاف كتر من القياس، يلا كتذهب واحد شويه صافي وتكون قابطه في راسها يعني وما رطباش من الفوق. نضغط عليها شويه بالصبع ديالي من الفوق، الا بانت ليا راه قابطه في راسها ما رطباش صافي كنخرجها. حطيتها هنايا في واحد اللاطة أولا في واحد البلاطو على جنب، من بعد حتى كنكمل الطياب ديال القياس اللي عندي كامل، عاد كندوز للمرحلة ديال التزيين. بالنسبة للشكل الأول اللي فيه الفويتين غادي نحتاج فيه 280 غرام ديال الشكلاط. بالنسبة ليا أنا استعملت فقط 280 غرام ديال الشكلاط. كيف قلت لكم غلبت ريشبوند على هاد الشكل الآخر، يعني جا القياس ديال ريشبوند كتر من هاد الشكل هذا، فبغيت غير نوّع وصافي. خديت هنايا 280 غرام ديال الشكلاط الأبيض غالا أولا بديل الشوكولاتة البيضاء اللي هو غالا، من الأحسن تستعملوا غالا حيت هو اللي حاليًا زوين أولا عملي في الخدمة. وصافي وعندي 125 غرام ديال الفويتين، كندوّب الشكلاط في حمام مريم. صافي ملي كيدوب الشكلاط هنا راه ما ضفتش عليه لا زيت لا حتى شي حاجة، نبدا كنفونديهم هكذا في الشكلاط، وكنحاول نهز بالفورشيطة ونقص القياس ديال الشكلاط، تبقى غير واحد الكوش اللي رقيقة ديال الشكلاط فوق من الحلوى، غير فين يلصق لينا هذاك الفويتين. صافي وكنبدا كنفندها في الفويتين على هاد الشكل حتى كتغطى كاملة بالفويتين، وصافي وكنبقى على نفس الطريقة حتى كنكمل القياس ديال الشكلاط اللي عندي والقياس ديال الفويتين، عاد دزت باش زينت الشكل ديال ريشبون. خديت هنايا قرعة ديال الكوفيتير أولا المربى ديال المشماش. النوعية ديال المشماش أولا ديال المربى ديال المشماش في الأسواق راه كيكون اللون ديالو أورانج بزاف. قراو المكونات ديال القرعة إلا لقيتو كتر من المربى ديال المشماش مع السكر مع البيكتين 3 ديال المكونات، إلا لقيتو كتر من هاد 3 ديال المكونات ما تاخدوش القرعة ديالكم. المهم أنا غنحاول نخلي لكم المعلومات في صندوق الوصف سيروا قراوهم. هنايا خديت كيف قلت لكم أنا بالنسبة ليا خديت هنا قرعة كبيرة ولكن بقى ليا الكونفيتير بزاف بقى شايط، فمن الأحسن تاخدو غير قريعة صغيرة راه غتكفيكم. خديت هنا النص الأول ضفت معاه 4 كاس ديال المزهر، حطيتهم فوق النار حتى بدات كطلعهم الغلية. صافي ومن بعد ضفت القياس الآخر اللي بارد باش هكذا كندفي الخليط اللي عندي. صافي وبديت كناخد الحبات ديال الحلوى كنغطسهم هكذا في هاد الخليط ومباشرة كنفندهم في الكوك. بالنسبة للكوك عندي هنايا 250 غرام اللي هي رابعة ديال الكوك، ومن الأحسن حتى الكوك تكون نوعية الممتازة ويكون المذاق ديالو زوين باش هكذا كيبقى المذاق ديالو زوين في الحلوى من بعد ملي كتحتفظوا بها. فكنفند الكويرات على هاد الشكل وبنفس الطريقة كنحطهم على جنب. صافي هذه هي النتيجة كيف كتشوفوا. حليوة ساهلة ماهلة كتوجد بالزربة ما كتاخدش الوقت بزاف. فأكيد كيف قلت لكم إلا بغيتو شكيلات آخرين من هاد العجينة غنخلي لكم الرابط ديال صندوق الوصف ديال الفيديو كنت شاركته معكم العيد اللي فات أولا العام اللي فات. فكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم ريش بوند بهاد المقادير راه كتجي كتذوب في اليد قبل من الفم. كنتمنى إن شاء الله تجربوها غادي تعجبكم، وسهلة حتى بالنسبة للمبتدئات خفيفة ظريفة. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، نخليكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد مع اقتراح جديد. دمتم بخير وبألف صحة وعافية.